جرايم قتل بتتم بين شلة صحاب عاملين بيحبوا بعض، لكن لما بيتجمعوا سوا حبهم المزيف بيتكشف وقناع الصحوبية بيتقلع والقاتل بيتكشف. فيلمنا بيبدأ سنة 2022 بواحد بيبعت دعوة لأفراد عيلة واحدة. العيلة دي بتتكون من واحدة اسمها كلير، دي بتكون عمدة مقاطعة كونتاكت. تاني واحد اسمه لايونيل اللي بيكون عالم في شركة مايلز. تالت واحدة اسمها بيرد ودي بتكون نجمة عاملة قلق في كل حتة. ورابع واحدة بتكون بيج اللي هي مساعدة بيرد وبتحاول تحافظ على تصرفات بيرد. خامس واحد هو دوك اللي على طول بيعمل فيديوهات على النت. مايلز ده بيكون رجل أعمال غني جدا وبيكون صاحب أكبر شركة إلكترونيات اسمها ألفا، ودي بيكون ليها فروع كتير. وبنعرف إن دي كمان اللي بتدعم الحملة الانتخابية بتاعت كلير. كلهم بيتواصلوا مع بعض علشان يحلوا لغز الصندوق الخشب اللي مايلز بعته لهم. لايونيل بيقدر يحل اللغز، بعدها لما الصندوق بيتفتح بيلاقوا مجموعة ألعاب وألغاز لازم تتحل. ده غير إن كل لغز كان بيجي وراه لغز تاني، فبيمشوا ورا كل الألغاز لحد ما بيوصلوا للنهاية. ساعتها الصندوق اتقفل واتفتح تاني، فبيلاقوا جواه دعوة من مايلز انهم يروحوا جزيرته يقضوا كام يوم رايقين هناك علشان يتجمعوا تاني. وبيقول لهم كمان انهم لازم يجهزوا علشان يحلوا اللغز بتاع قتله. وبيوصل الصندوق ده لمحقق اسمه بلانك، وده بيكون اعظم محقق في العالم وبيقدر يحل الغاز كتيرة جدا لدرجة انه وصل لمرحلة الجنون والهوس بالقضايا. كمان بقاله شهر ما خرجش من بيته بسبب كورونا، لكنه بيكون حس بالملل، فلما بيوصلوا الصندوق بيحس انها قضية مهمة. بعد كده بيوصل الصندوق لواحدة اسمها أندي، ودي بتكون غريبة جدا لانها كسرت الصندوق علشان تاخد الدعوة، وده بيكون اسهل لفتح الصندوق. وفعلا بيتفتح الصندوق، بعدها بياخدوا الدعوة وبيتجمعوا كلهم عند الشاطئ، وبيوصل واحد ورا التاني وهم لابسين كمامات بسبب الكورونا. وبدأوا كلهم يسلموا على بعض وبيستغربوا ان في حد غريب ما بينهم وهو بلانك. وبيوصل بعد كده دوك ومعاه صاحبته ويسكي. وبيوصل بعد كده حد تبع مايلز بيطلب منهم يركبوا السفينة علشان يوصلوا خلال ساعتين. بعدها رشلهم مطهر في بقهم علشان يشيلوا الكمامات، بعدين حط لهم ساعة تتبع في ايديهم. بس قبل ما بيمشوا بالسفينة أندي بتوصل، لكن كلهم بيتصدموا لما بيشوفوها. ووقت الرحلة بلانك بيركز مع أندي لأنها لوحدها دايما، وبيسأل لايونيل هي ليه ما لقيتش ترحيب أول ما وصلت، لدرجة إنه افتكرها مش معاهم أصلا. فقالوا لايونيل إنهم كانوا من مؤسسين شركة ألفا مع مايلز، لكنه طردها وما بقاش ليها أي حقوق في الشركة، علشان كده استغربوا من وجودها. وبعد شوية بيوصلوا للجزيرة، فبيلاقوا مايلز بيستقبلهم بترحاب، وبيتفاجئ هو كمان إن أندي موجودة، لكنه بيرحب بيها عادي. بعد كده بيتعرف بلانك على أندي. بعدها مايلز بيقعد يشرح لهم البيت وبيقول لهم إنه مش بيت عادي، لأ ده بيت مليان حاجات مش هتلاقوها في أي حتة. كمان قال لهم إن الساعة اللي في إيديهم هي اللي هتوصل كل واحد لأوضته. وقتها بلانك سأل مايلز عن سبب وجوده هنا، فخدوا مايلز لمكتبه، فبينبهر بلانك بتصميمات المكتب وكمان بنوع العربية بتاعت مايلز اللي بتكون نادرة جدا. فبيسأله هي ليه موجودة على سطح البيت، فقاله مايلز لأن ملهاش طريقة على الجزيرة. فبيقول مايلز لبلانك هو مش عارف سبب وجوده هنا أصلا رغم إنه ما بعتلوش دعوة. فبيستغرب بلانك وبيقول له إنه جاله الصندوق ولما حل اللغز وصل للدعوة. فبيستغرب مايلز أكتر منه وبيقول له إنه عمل 5 صناديق بس لكل فرد. فبيفهموا ان ممكن يكون في حد بعد ما قفل الصندوق بعته لبلانك كهزر وكده، لان مايلز قال في الدعوة ان اللغز هيحل جريمة قتله. ساعتها بيعيشوا بعد كده كلهم في الجزيرة. فبتقول بيج لبيرد انها لازم تقول لمايلز انها بتحبه، فبتقول لها بيرد تروح تعمل كده. كمان بتحكي لها ان مايلز ده زمان قال لها انه مش مصدق نفسه انه بيكلمها. كلهم في الوقت ده بيلاحظوا ان ويسكي بتحاول تقرب من مايلز، وبيعرف بلانك من مايلز انه ملوش في التليفونات، حتى مش بيستخدمه وبيستخدم فاكس بس. فبيسألوا بلانك انت ايه اللي بيربطك بيهم؟ قال له ان كلهم مش مستقرين، كمان مش بيحبوا يبقوا في منطقة الأمان زي باقي الناس، لأن الإبداع بيجي لما بتكسر الروتين. فده سر تجمعهم سوا، إنهم بيحبوا عدم الاستقرار. وفجأة بتظهر أندي اللي بتقول لبلانك السبب الحقيقي اللي بيجمعهم ببعض، وهو إنهم كلهم بيحبوا الفلوس بتاعت مايلز، هو اللي بيمول حملة كلير، وكمان اللي دعم دوك لما اتحذر من منصة تويتش، كمان دعم بيرد لما سمعتها بقت في الأرض. يعني كلهم متجمعين على حب مايلز المزيف. بعدها بتمشي أندي وبتجري وراها كلير. في
اللحظة دي بيكونوا كلهم ساكتين ومتنحين من الكلام اللي اتقال، وبيقول لهم مايلز إن العشاء هيكون الساعة 6 وبالليل اللغز بتاعه هيبدأ. وبيستعد بلانك علشان يراقب الموجودين، خصوصا مايلز اللي كانت مساعدة بيرد عمالة تجري وراه علشان تقوله بلاش يخلي بيرد هي اللي تقول الخطاب بتاع بنجلاديش، لأنها لو قالته سمعتها هتبقى في الأرض، وبالتالي سمعة بيك كمان هتبقى في الأرض وهتفقد وظيفتها. لكن مايلز مش بيهتم بكلامها، وبيقول لها إنها لازم تقنع بيرد تعمل كده، كمان لازم تشجعها. في الوقت ده بلانك بيراقب اللي بيحصل ده كله، وبعدها بيشوف دوك ويسكي مع مايلز فبيتغاظ جدا، وبيشوف بلانك برضو كل اللي بيحصل ده. وبالليل بنروح للحفلة، فبيعرض مايلز عليهم انهم يشربوا ويتبسطوا. بعدها بيقول لبيرد انها زي القمر وفستانها حلو. بعد كده بيدي اندي المشروب بتاعها زي زمان، وبعدها بيفرجهم على لوحة الموناليزا اللي عنده في البيت، وبيحكي لهم انه سلف بنك فرنسا فلوس علشان كده في المقابل خد اللوحة الأصلية واحتفظ بيها. ولما سألوه ليه محتفظ بيها في البيت قال لهم انه هيدعي اكبر ناس في العالم علشان يشهدوا على انطلاق اكبر طاقة نظيفة مش بتطلع غازات ضارة، كمان مستخرجة من المياه الصافية، واسم العنصر كلير. لكن لايونيل بيتعصب لانه هو وباقي العلماء وكمان كلير مش هيوافقوا على اللي بيحصل ده كمان طلب 2 سنين على الاقل علشان يتأكد من امان العنصر الجديد ده، بس بيصدمه مايلز وبيقول له ان الجزيرة كلها شغالة على العنصر ده. فبيقول له لايونيل ان ده هيكون سبب في ان حد هيتسمم، وهو مش هيشارك في الهبل ده. وبيقعدوا بعد كده على العشاء، فبيقول لهم ان لغز موته هيبدأ وواحد بس هو اللي هيكسب، كمان ما ينفعش اي حد يشارك المعلومات اللي عنده مع اي حد. لكن كل اللعبة دي كانت ممكن تحصل بسهولة لو بلانك ما كانش موجود، لانه كشف كل التفاصيل بتاعة اللعبة بالترتيب، وده خلى مايلز على اخره، لانه كده بوظ اللعبة اللي كانوا هيتسلوا بسببها لمدة اسبوع. وبيطلع مايلز وبلانك بعد كده للمكتب، وهناك بلانك بيعتذر له انه بوظ له اللعبة، لكنه عمل كده عن قصد، وانه مجمع 7 اشخاص على جزيرة وكل واحد فيهم عنده حجة يقتلوا بيها. مايلز في الوقت ده بيضحك عليه لانه حاسس انه مكبر الموضوع. بعدها بنروح للمجموعة اللي بيسألوا اندي ايه اللي جابها هنا، فبتسألها كلير لو عايزة فلوس علشان يدوها لها، وبنعرف انهم اصلا من شهر شهدوا عليها في المحكمة، وبتقول لهم انها عايزة تعرف الحقيقة. فبيقوم دوك وبيقول لها انها خسرت في اللعبة، كمان بيقول لها انه زهق من دور الضحية اللي هي عايشة ده. فبتقول لهم طب اصبروا عليا وانا هوريكم هعمل ايه. وبيروح بعد كده دوك لويسكي علشان يقول لها انهم بكرة هيمشوا، ولما بينزل مايلز مع بلانك بيقولوا له انهم هيمشوا بكرة كلهم، بس مايلز قال لهم والله ما يحصل. بعدها بيرقص مع بيرد وبيحاول يغير الجو علشان يقنعهم يقعدوا. بعد شوية موبايل دوك بيجيله إشعارات كتير، وده بسبب إن قناته عليها ملايين المشتركين، وبكده هيقدروا يتكلموا عن ألفا كمان وهيعملوا لها دعاية كتير. فبيحاول مايلز يفك القعدة، بس فجأة دوك بيمسك رقبته لأن بيجيله تشنجات كأنه اتسمم، فبيموت دوك. ساعتها كلهم بيتوتروا بما فيهم مايلز. وفي اللحظة دي لايونيل كلم الإسعاف، لكنهم قالوا له إنهم مش هيقدروا يجوا لأن شط مايلز المرسى بتاعه متصمم إنه يفتح الصبح بس. فبيبص مايلز وبيعرفوا إنه دوك اتسمم بسبب كاس مايلز، وإنه هو اللي كان مقصود إنه يموت. ساعتها افتكر كلام بلانك فاستخبى في ظهره وعرض عليه $1,000,000 لو جاب اللي كان عايز يموته. فاكتشفوا إن السلاح اللي كان مع دوك اختفى. ساعتها كلهم شكوا في أندي لأنها ما كانتش موجودة، فبيخاف مايلز منهم جدا. وفجأة الدنيا بتضلم وبتبدأ اللعبة، فكلهم بيكونوا مرعوبين وبيشوفوا خيال عمال يجري. فبيندهوا كلهم على أندي، وبيقابلها بلانك بره البيت وبيسألها إذا هي اللي أخدت مسدس دوك، فقالت له إنها أصلا ما تعرفش إن دوك مات. وساعتها حد بيصوب مسدس عليها وبيضربها، فبيطلعوا كلهم على صوت الرصاص وبيتصدموا لما بيعرفوا إن أندي ماتت. فبيجمعهم كلهم بلانك في البيت، وبيرجع بالزمن من وقت ما كان في الحمام، وبينده عليه المساعد بتاعه علشان يقول له ان في حد باعت معاه صندوق خشب. بعد كده بتقعد معاه هيلين اخت اندي التوأم واللي تعتبر نسختها، اللي اكتشفوا انها انتحرت في الجراج بتاعها. لكن هيلين ما كانتش مصدقه ان اختها انتحرت لانها ما سابتش اي حاجه تدل انها تنتحر. بعدها بتديله الصندوق اللي اختها كسرته. بعد كده بتحكي له قصه اندي ومايلز من الأول.
وإن أصلا أندي أذكى وأشطر منهم كلهم، وباقي الشلة كانوا صحابها هي في الأول حتى ما كانوش بيطيقوا مايلز، لكن بمرور الوقت لما ساعدهم بدأوا يحبوه. وساعتها أندي فكرت تعمل فكرة جديدة، وفعلا رسمت المشروع على منديل وبدأوا في التنفيذ لحد ما كبرت وبقت شركة ألفا، لحد ما مايلز قابل عامل حيوي أقنعه بفكرة الوقود اللي من خلاله نقدر نطلع طاقة كبيرة. فلما عرض الفكرة على أندي رفضتها، فقررت تسحب نص الشركة اللي من حقها ومش هتنفذ له مشروعه. ساعتها مايلز قرر إنه يحاكمها على مين كان عنده براءة اختراع فكرة المشروع بتاع ألفا، بس للأسف أندي ضاع منها المنديل بتاعها. ساعتها المحكمة قررت تلجأ للشهود اللي هم أصحاب مايلز اللي اداهم رشوة علشان ما يقولوش الحقيقة، كمان بدأ يدعمهم علشان يسكتوا. في الوقت ده أندي اتصدمت وقعدت تكسر في البيت لحد ما لقت المنديل، فحطته في ظرف أحمر وبعتت صورتها مع الظرف خلال إيميل لباقي الشلة. ساعتها هيلين طلبت من بلانك إنهم يعرفوا مين اللي قتل أختها، وبنعرف كمان إنها هي اللي ادته الدعوة علشان يروح للشاطئ ويعرف مين اللي قتلها. لكن بيطلب منها بلانك طلب غريب، وهو إنها تتنكر في زي أختها وتروح معاه، لكنه قال لها تفكر كويس لأن الموضوع خطير، بس هيلين بتوافق. وبيبدأوا هما الاتنين يفكروا في دوافع قتل أندي، وكانوا كل شوية يلاقوا دوافع مختلفة عند كل واحد، لكن بسرعة كان بيظهر عكسها. فبلانك كان بيحاول يتواصل مع هيلين علشان تبلغه بالمعلومات اللي بتعرفها، وهي إن كل اللي في الشاطئ أصلا بيكرهوا مايلز، كمان بيعملوا كده علشان يمشوا دنيتهم. والدليل على ده إن دوك خلى ويسكي تقضي ليلة مع مايلز علشان يخليه يوافق على منتجاته على قناة ألفا الإخبارية. أو لايونيل اللي كان بيتكلم مع كلير وبيقول لها إنه خايف من مشروع الوقود، فقالت له كلير إنها خلاص مضت على إنشاء الوقود، فبكده هي ممكن تكون السبب في موت ناس كتير. ده غير بيرد اللي بتتناقش مع مساعدتها بيج واللي بتقول لها ما توافقش إنها تقول خطاب بنجلاديش، لكنها بتضطر توافق. وكل ده بتسمعه هيلين اللي متنكرة في شكل أندي وبتبلغ بلانك في كل حاجة لغاية ما بتيجي لحظة الحفلة، فبتستغل هيلين إنهم كلهم بيكونوا بيحتفلوا. بعدها بتروح علشان تفتش الأوض يمكن تلاقي الجواب الأحمر اللي المنديل فيه، بس فجأة بتلاقي ويسكي في ظهرها اللي بيكون في أوضتها من ساعة ما دوك مات، وساعتها بتفتكر من كلام أندي إنها السبب وإنها هي اللي قتلته. فبتفضل هيلين تجري لحد ما بتخبط في بلانك، فبيضرب نار عليها بس بتقوم تاني عادي لأن الرصاصة جت في الكتاب مش فيها. وبيستغل بلانك اللي حصل، فبيطلب من هيلين تكمل إنها ميتة، وبيقول لها تروح لمكتب مايلز لأن ده المكان الوحيد اللي لسه ما دوروش فيه. ولما هيلين بتدخل المكتب بتلاقي فعلا الجواب الأحمر. ساعتها بلانك بيكون تحت عمال يفسر كل حاجة، وبيقول لهم إن مايلز كان بيقول أي حاجة لكنه أصلا غبي ومش ذكي، فبيقعد يقول الكلام ده في الإعلام، وبيقول إن أكتر حد كان خايف إنه يقول إن أندي ماتت كان هو، علشان كده منع استخدام الموبايلات. بس أول حد وصل للخبر هو دوك لما جات له الإشعارات بتاعته على جوجل، وساعتها وراها المايلز بس قفلوا على الحوار لأن دوك كان متأكد إن مايلز هو اللي قتلها لأنه شافه لما كان راجع من عندها يوم موتها، لكنه سكت لأنه بيدفع له بقى. علشان كده مايلز ادى لدوك الكاس بتاعه وما كانش فيه سم ولا حاجة، ده دوك كان عنده حساسية من الأناناس فاتحط في المشروب كمية أناناس كتير. كمان هو اللي ضرب نار على هيلين لأنه كان فاكرها أندي، وفجأة هيلين بتظهر وهي معاها الجواب الأحمر، فبيوضح بلانك كل حاجة وبيكشف إن مايلز هو الوحيد السبب في كل حاجة. فبتقوله هيلين إن كده لعبته خلصت وهيفضحوه، بس بيولع مايلز في المنديل، فبتتصدم هيلين وبتطلب من الشلة انهم يشهدوا معاها ويقولوا انه ولع في المنديل، لكن محدش بيوافق. فلما بتروح لبلانك علشان تطلب منه يساعدها قال لها ان طالما الدليل راح يبقى مفيش امل، بس اداها الوقود الهيدروجيني في ايديها. فهيلين فضلت تتكسر في التماثيل وكلهم قلدوها، وفي الاخر هيلين ولعت في القصر كله باستخدام كلير علشان القصر ينفجر. ساعتها بيكون فاضل خطوة واحدة بس، وهي انها تفتح الازاز اللي بيحمل موناليزا، وفعلا قدرت تعمل كده. وبكده يكون مايلز خسر كل حاجة لأن بسبب الوقود بتاعه اتحرقت لوحة الموناليزا، وفي اللحظة دي بينهار مايلز، وأخيرا باقي الشلة بيقرروا يشهدوا ضده. وبكده بيكون خلص فيلمنا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات القديمة واستنونا في فيديوهات جديدة. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات الفيلم اللي حابين تشوفوه المرة الجاية. سلام.